شوف انهي تراك من الثلاث دسات اللي هينزلوا هيبقى على مقاسك والبسه يا باشا. مين السبب في الفضيحه؟ هي علقه واحده وعمره كله وعمره ما ينساها. بسبب ايه؟ اي حد ملوش في الكوره قوي اهلاوي. طب هيبقى في صلح مع عمر شاور؟ انتوا دلوقتي مش عايزين تقولوا صح؟ طب القيصر عرف كام واحده في حياته؟ حاولت اغيره له قال لي مش ممكن يتغير. خلاص احنا النهارده عاملين لكم مفاجاه يا جماعه. استاذ لميس طبعا هي السبب في الفضيحه الكبيره. اكتر واحد ما بتحبش تتابعه على السوشيال ميديا. لا انا كده في ناس ممكن تزعل مني. ابعتها له. اهلا بيكم في بودكاست بازار لميس. ويا جماعه انا جيت رجعنا لبودكاست بازار لميس تاني ولضيوف مسرح بازار لميس، والنهارده عندنا جمهور جبار. مين بيحب القيصر يرفع ايده؟ حاجة تحيه كبيره قوي بقى للقيصر اللي ضيفنا النهارده على مسرح بازار لميس. عامل ايه؟ الحمد لله ايه تمام. رايك في الجمهور؟ لا ما شاء الله حبايب قلبي قسما بالله على دماغ واحد. تعالى احنا نبدأ كده أسئلة، نسألك أسئلة صعبة وهنشوف إذا كنت هتجاوب بصراحة ولا مش بصراحة. أول سؤال في البودكاست، اشمعنى جيت بازار لميس؟ ده محتاج اشمعنى سؤال لميس؟ اصلا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كل دول والله العظيم على دماغي. بعيد عن بقى شغل دعايه هقول لك اسعار ومش اسعار، هو معروف هنا بسم الله ما شاء الله من غير ما انا اقول اي حاجه الاسعار هنا عامله ازاي والدنيا هنا عامله ازاي. ده غير بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كل اللي حاضرين دول يقفلوا اي بازار، مش محتاج حاجه الله تاني. أكبر، سقفوا القيصر. السؤال بقى المهم اللي كل الناس عايزة تعرفه، اسمك الحقيقي ايه؟ هم عارفين. اسمه ايه؟ مش انتوا عارفين؟ مش سامعة، اسمه ايه الحقيقي؟ أحمد. اهو مسيح اكتر في الاول. طب كنت مخبي ليه اسمك؟ انت اسمك ده اتعرف من قريب. مين هم السبب عارفين في الفضيحة دي؟ استاذ لميس طبعا هي السبب في الفضيحه الكبيره اللي كل ده عارف فيها اسمي. بسبب ايه؟ حصل. انا اللي عرفت الناس اسمك؟ حصل. يا راجل لا 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 لا, لا. طب هما بيسألوك بقى اشمعنى القيصر؟ يعني ليه اخترت ان انت تسمي نفسك القيصر؟ بالنسبه للاستاذ الكبير العظيم الاستاذ يوسف الشريف، المسلسل القيصر اللي كان عامله. طيب اشمعنى اخترت انك تدخل السوشيال ميديا واليوتيوب والتيك توك وان انت تعمل محتوى، وجات لك الفكره ازاي؟ انا السوشيال ميديا يعتبر داخلها خطوه باذن الله ان شاء الله المجال بتاع السينما والتصوير وفي معهد فنون مسرحيه انا اقدم فيه، فهو مجال السينما باذن الله ده اللي انا ناوي عليه من الاول، بس كان السوشيال ميديا دي يعتبر سلمه او خطوه لي باذن الله، والحمد لله يعتبر نفعت احسن من السينما. طب القيصر عارف أنا؟ عنده كام سنه يا جماعه؟ حد عارف كام سنه؟ لا 23 سنه. بيدرس ايه القيصر؟ نظم معلومات. ركز بقى معايا في السؤال ده. ما حضرتك. عيني في عينك كده. ايوه عيني في عينك كده. ربنا يستر. زوخته بتبص الناحيه التانية. لا معاك. عيني في عينك. اتفضلي. القيصر مرتبط ولا مش مرتبط؟ هي امي بتقول لا. طب القيصر عرف كام واحده في حياته؟ ارتبط كام مره؟ القيصر ارتبط وحب كام مره؟ بص يعني من الاخر يعني هنقول بصراحه. هو اول مره يعتبر ما كانش حب ما كانش ارتباط، بس هو يعتبر مره واحده، والحمد لله دلوقتي حرفيا التصوير والشغل وكل ده احسن من 100 ارتباط و100 اي حاجه من دي. مفيش وقت. كل شويه الاقي تليفون، كنت فين جاي منين بتعمل ايه رايح فين وعلى ايه؟ عايزين تعرفوا رقم تليفونه؟ ايه ده؟ 012. دول رقم طلعوا الموبايلات. تليفونات. طيب عرفنا دلوقتي ان القيصر يا جماعه مش مرتبط. طب القيصر مركز 24 ساعه في فيديوهاته وطبعا مذاكرته ودراسته. بتشجع كوره؟ طبعا. القيصر بيشجع ايه؟ مصر. القيصر زوغ من السؤال. خلاص لا ليفربول. ثانيه واحده يا جماعه بقى، احنا عايزين نعرف القيصر بيشجع ايه، صح ولا مش صح؟ هم عارفين اصلا. القيصر اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب استنى انا هقول لك بامانه، انا اهلاوي بأمانة. زملكاوي، الناس هنا هتقول كام واحد زملكاوي هنا؟ مين بيشجع الزمالك؟ طب مين بيشجع مين الأهلي؟ بيشجع الاهلي بقى؟ الاهلي. يعني نفهم من كده اهو ان مش القيصر محتاج ارد أهلاوي. انا، اي حد ملوش في الكوره قوي اهلاوي. من ليه؟ الآخر الزملكاويه كده. هم فاهمين الاهلاويه بسم الله ما شاء الله 90%. جمهور كبير، جمهور عظيم، اديله عمري وبرضه ولي. في سؤال مهم عايزه اساله لك. اتفضل. ايه قصتك مع عمر شاور؟ بص انا هسالهم، هم دلوقتي شايفين ان انا واخد الدرع 10 مليون من شاور، تمام؟ حلو. شاور اخد الدرع بتاعي قبل ما ناخد الدرع بتاعه ولا لا؟
طب هل عمر شاور رجع لك الدرع بتاع ال 10 مليون؟ لا يبقى انا ارجع له درع ال 10 مليون بتاع اليوتيوب. لا يا اخويا ما نرجعهوش. حاجتي تجيلي حاجتي توصل له، صح خلصان. كده، نبدل، يجيب الدرع يديله الدرع، معروفه. مظبوط. يعني الدرع هو سبب الخناقه؟ ده درع وخزنه وهم حافظين الحاجات اللي اتاخدت اكتر مني اصلا. طب هيبقى في صلح مع عمر شاور ولا مفيش صلح؟ حاجتي تيجي ما عنديش اي مانع. اديله رساله. بص يا ميكس او مش شورجيه، برضو الشورجيه على دماغي وعيني وعلى راسي، الكلام ليك انت. اديله. شوف انهي تراك من الثلاث ديسات اللي هينزلوا هيبقى على مقاسك والبسه يا باشا. ابعتها له. ابعتها له. حبيبنا عمر شاور وكل جمهوره بنحبه جدا. طيب ليه باباك بيشتمك بكلب البحر؟ في الفيديوهات اللي هو انا عارف ان في اطفال صغار بيتفرجوا، وفي برضه كبار اكتر من الصغيرين بيتفرجوا، فده ممكن يسمعوا اللفظ مثلا اللي هو يا ابن او اي حاجه من ده اللي مش اهله عايز. بيسمعوه في البيت عادي، لكن في الفيديوهات او الاطفال اللي لسه طالعه ما ينفعش يسمعوا لفظ مثلا حتى مهما كان عايز بسيط. تعلمهم حاجات لا حلوة. لازم يبقى هو، حتى خدنا الموضوع بشكل كوميدي في كلب البحر باي ايه اللي هو جاي هم المفروض بيشتموا، بس اللي هو بشكل ايه بيبقى ما فيهوش اي الفاظ او ما فيهوش اي حاجه، عشان برضو الاطفال الصغيره غير الناس الكبار بيتفرجين هم فاهمين انا قصدي ايه. فعايز تحترم ان انت بتدخل كل بيت. طبعا هتبقى احسن في أسرة بكتير، عشان وسايبينهم اي اهل يتفرجوا بيتفرجوا عليك. على سايبين اطفالهم يتفرجوا يبقى مطمنين. احنا النهارده عاملين لكم مفاجاه يا جماعه. مامة القيصر معانا النهارده في بازار لميس. طبعا انتوا عارفين لأول اللي مرة مامته بيشتم. تظهر. لأول مرة مامته تظهر، حيوها يا جماعة. على دماغي. يعني تعالي اقعدي. القيصر في البيت بيسمع الكلام؟ مش دايما يا جماعه، احيانا بيسمع الكلام والاغلبيه العظمى طبعا لا يا ماما فتن. مش عارفه ايه، وبيمشي اللي في دماغه. طيب هسألك سؤال، لما لقيتي انه احمد قرر يدخل السوشيال ميديا شجعتوه ولا رفضتوا في الاول؟ احنا الاول كنا مستغربينه جدا، انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده؟ فلما لقيت جواه حاجه حلوه وابتدى العدد بتاع المشاهدات بتاعته بتزيد بتزيد بتزيد، لا يبقى انت كده وراك حاجه حلوه بجد يعني. ففضلنا بقى وراه، ورينا انت بتعمل ايه. مره مع مره مع مره اول مليون جمعوا، كان ده بيرقص لوحده من غير حاجه. الله. انا عندي مليون. وكنتوا فرحانين طبعا بيه بينجح. طبعا مليون دي كانت بالنسبه له حاجه كبيره قوي. بعد كده بقى مليون في 2 في 3، اول ما وصل بقى ل 10 مليون، لا ده انت حاجه تانية. كنتوا بتساعدوه في الاول في التصوير، في تحضير الادوات؟ الاول كان مثلا ماما انا عايز ستاند ايه يا حبيبي، عمل ستاند لوحده، فشجعنا ان احنا نجيب ستاند. يا الله. فلما لقيت الموضوع معاه لا انا عايز لا طب خلاص خد وريني انت هتعمل ايه. هسألك بقى سؤال، اتفضلي. الطرحة والإسدال بتوعك ولا دي أدوات الشغل؟ والله اول لبسه ما لبستوش غير لبسه واخدها. خلاص. يعني الإسدال ده بتاع ماما أصلا؟ الاسدال ده حق مكتسب خلاص. ده بقول لك خلاص. ايه، الإسدال ده مشهور زيه. ده انا حاولت اغيره له، قال لي مش ممكن يتغير. خلاص مشهور قال لك زيه. لا خلاص انا اتعرفت بيه فاستحاله اغيره. طب السؤال بقى، هل القيصر اتضرب علقة سخنة قبل كده في البيت من أكيد. ماما أو بابا؟ اكيد طبعا لازم ده مفيش. ده اليوم اللي كله فضايح ده يا لا جماعة. لا لا هو اكيد مفيش حد فيكم ما اتضربش، اكيد لازم بابا عشان يعلمه حاجه معينه لازم تتعاقب علشان تعرف الصح من الغلط، فاكيد طبعا مش هضحك عليكم أخد واقول له لكم علقة ولا اتنين؟ هي علقه واحده واحدة في عمره كله وعمره ما ينساها. مش هتنساها دي، ها؟ بصي والله دي علقه العمر. ليه بقى؟ وعمره عمل ما ايه؟ ينساها. عمل ايه؟ لا وعليك خلينا قاعدين ساكتين احسن. هيهرب ماشي ماشي. هيهرب، أنا جاي. الحقوه هيهرب. لا هتقولي عمل ايه؟ كم واحد هرب من الدرس او كت من الدرس؟ بص عشان اغلبيتكم معاه اهاليكم دلوقتي مش عايزين تقولوا صح؟ مفيش حد فيكم اصلا ما زوغش او ما كتش من الدرس، بنات او ولاد. قال لي بابا انا رايح الدرس وراح الدرس، هو مش ما راحش، راح بس ما طلعش السنتر فوق، قعد تحت في الجاردن. قعد في زوغ. الجاردن كان علينا حجز اليوم ده، اعمل ايه؟ الموضوع مهم بابا جدا. والله بابا راح الدرس وطلع سأل عليه ما لقاهوش في السنتر فوق، البس يا معلم. راح متصل بيه انت فين؟ قال له انا في الدرس. قال له انت في الدرس؟ قال له انا في الدرس. قال له انت فين في الدرس؟ تعالى لي. قال له اذا كنت انا في الدرس. قال له دقيقه واحده يا بابا هكون عندك. وفعلا طلع من الجاردن، طلع على فوق. بابا قال له ايه ده؟ انت كنت فين؟ انت بتعمل ايه؟ يا قال له انا الله. موجود بس تحت. طب تعالى بقى. تعبناكي والله. سقفوا لها بقى ونكمل مع القيصر. سقفه حلوه بقى سقفوا للحاجه كده عشان ما القيصر نتعلقش احنا في البيت. ها؟ الجميلة. القيصر مين اكتر يوتيوبر بيحبه وبيتابعه؟ ده في بدايتي ولا دلوقتي؟
الاتنين. دايلر. عارفين بايلر؟ لا ده كل ده الجيل ده الجديد، دايلر ده كان زمان. ودلوقتي دحيح. مين اكتر ناس قريبين منك من على السوشيال ميديا؟ اصحابك اللي على السوشيال ميديا اللي على طول معاهم، بتخرج معاهم، بترتاح لهم. لا انا كده في ناس ممكن تزعل مني يعني هنقول ممكن مثلا اقول ناس وفي ناس نقول هنساها. 5 منهم. حمو وهاب وميجو والحسن والحسين. يعني حمو ايهاب رقم 1. حمو وهاب ده الشيء. مين اكتر واحد ما بتحبش تتابعه على السوشيال ميديا؟ هو في تيك توكر أيوة. اغلبيتكم عارفينه برضه، بس مش هينفع اقول اسمه. هنقول مش خوف أول منه حرف. ولا حاجه، بس اللي هو يعني اول حرف من اسمه اول ألف. حرف من ألف، اسمه. ألف. هنخمن احنا دلوقتي هيبقوا بقى. سيرش التيك توك. طب عشان ما خليكوش تفكروا هو اسمه احمد، بس احمد ايه بقى هو ده التكمله بتاعته. طب انت لما بتخرج تقعد فين عشان نجيلك كلنا؟ ممكن مثلا لما باجي اخرج بيبقى في تجمع في مدينتي مثلا، بس الحته اللي هو اللي بيخرج فيها الواحد بعد 12 على ما اخلص تصوير فيديوهات وعلى ما بننزل ويبقى كذا حاجه. بياخد منك وقت قد ايه الفيديو عشان تصوره؟ لان هو بينزل لنا يا دوبك في دقيقه وشويه. اليوتيوب ممكن ياخد له مثلا 5-6 ساعات. مين التيك توك بيساعدك طيب في التصوير؟ اهو الزميكس حاج اللي ورا بوكا. بوكا. الشيخ اخويا. اخوك هو اللي بيساعدك في التصوير. بيصور وبيمنتج وبيمنتج. وماسك المونتاج على اليوتيوب وكذا حاجه برضه من ناحيه افكار وكل حاجه. وهو باشا حابب تيك توكر قادم، عنده 5 الزميكس. فيديوهات على التيك توك، لسه عامل اكونت جديد 5 فيديوهات جايب 250,000 دلوقتي. لا اسمه ايه بقى عشان اللي مش متابعه بوكا. يتابع؟ بوكا. طيب هسألك برضو سؤال تاني. انت بقالك فترة، انت طبعا غير ان انت بتعمل حاجات حلوة وبيعلمكوا حاجات حلوة في الفيديوهات وما بيعملش حاجات وحشة في الفيديوهات، عشان كده كلكم بتحبوه. الفترة اللي فاتت خدتوا بالكوا انه القيصر بيحاول ان هو يساعد الناس اللي محتاجاه، صح؟ شفتوا ازاي بيعمل حملات عشان يلم تبرعات ويساعد اللي محتاج ويعالج الاطفال؟ ايه جات لك الفكره ان انت تبتدي تدخل في قصه حملات التبرعات وتساعد الاطفال المريضه انهم يتعالجوا؟ لقيت الحمد لله مثلا ان انا لما كنت بطلع لايفات قبل كده، كان بيبقى في عدد كتير في اللايفات متجاوب معايا على اي حاجه كنت بعملها. مثلا بقول في فيديو جديد لسه نازل على اليوتيوب، فيديو جديد لسه نازل على التيك توك، فبلاقي اكبريه موجودين اللي هم ايه يروحوا يتفرجوا على الفيديو. فكانت الموضوع بدأ برقيه. انا يعني عشتها معاك رقيه دي. احنا فتحنا اللايف آه. وكان في الجنينه، قعدنا تقريبا داخلين على 48 ساعه، بس هو قعد يوم وما كملش التاني. الحمد لله كان في اخر اليوم بالليل كان المبلغ متجمع. كنت جمعت المبلغ. كان حسين الجوهري كان فاتح من مدينه الانتاج أنا واحنا فاكرة. كنا فاتحين من البيت عندنا. طب انت بتجيلك الحالات دي ازاي؟ يعني بتعرف منين؟ قسما بربنا بلاقيهم فجاه كده في بيبعتولك؟ في اكونت على الانستجرام ده برضو كان بيبقى معرفني على ناس برضو كان بيبقى محتاج عندهم عندها مرض حالات. العضلات الشوكي، وفي ناس بلاقي مثلا حد تبع حد اللي هو كلمني بعرف الحاله. مجرد ان هم بيبقوا عاملين حساب تبع وزاره التضامن بيبقى خلاص كان الموضوع امان، لو نعرف احنا نعمل الحمله براحتنا. وتمشيها رسمي بقى، تبرعات آه. رسمي. مين بيحب القيصر يرفع ايده؟ الزميكسات حاجاي. تحية كبيرة قوي بقى للقيصر اللي ضيفنا النهارده على مسرح بازار لميس، جاي مخصوص لكل الزميكسات حجه.